مساء الفل عليكم. الاهلي نزل بيان. قال لك ان العلاقه اللي ما بيني وما بين ريبيرو انتهت بالتراضي. دي الصيغه اللي تم الاتفاق عليها ما بين مين؟ ما بين الاهلي وما بين ريبيرو. احنا هنطلع هنكتب البيان بالشكل ده وبعدين نخلص قصه الشرط الجزائي. طب من الاخر كده يا هيما، الحقيقه فين؟ عشان نجيب من الاخر، ريبيرو له 3 شهور شرط جزائي، عقده بيقول كده. الله يفتح عليك، نورتنا. ايه بقى اللي تم الاتفاق عليه؟ فالاداره لما جت اتكلمت معاه قالت له احنا هنخرج الصيغه بالشكل ده، ايوه، والمحامي بتاعنا يقعد مع المحامي بتاعك ويتناقشوا في موضوع الشرط الجزائي. يعني بتتكلم في كام كده يا هيما شرط جزائي؟ هو بتتكلم في كام؟ حوالي 480 الف دولار. طب وايه خطه الاهلي دلوقتي للتخلص من القصه دي؟ الاهلي بيبحث عن انه ما يدفعش ال3 شهور بالكامل، شهر ونص. وبكده يبقى كل الكلام اللي اتقال ده فيك ومفيش منه. موضوع ال3 شهور اللي المفروض يفوتوا قبل تفعيل بند الشرط الجزائي، والاهلي النهارده بقى بيدفع لكولر والريبيرو، وهيدفع كمان للمدير الفني الجديد، وهكذا تكون الحنكه الاداريه. يا زملكاوي يا حاقد يا غلاوي. جون ادوارد شكله سمعنا واحنا بنتكلم عن عبد الحميد المعالي وبنسأل عن اسباب غيابه في الفترة اللي فاتت، وقرر يتدخل بنفسه من غير ما يوضح اسباب ابتعاد معالي، وده شيء كويس جدا بالمناسبة. ولما كنا بنسأل ليه معالي غايب ما كناش عايزين نعرف الاسباب قد ما كنا عايزين نشوفه من تاني في الملعب. لو كانت اسباب غيابه ينفع تتناقش ونتجاوز عنها، أما إذا كانت أسباب قوية تستاهل استبعاده، هنا لا كنا هنبقى عايزين نعرف الأسباب ولا حتى هنطالب بمشاركته، لكن نبقى فاهمين إن في أسباب تمنعه من المشاركة. عموما معالي يمكن نشوفه في الفترة اللي جاية، وممكن قوي نشوفه بيشارك قصاد المصري في المباراة اللي جاية في الدوري يوم 13 سبتمبر. طبعا الكلام عن مباراة المصري هيكون كلام مهم جدا، وهنحكي كتير في فنيات قبل المباراة بأيام، لكن استنى شوية عليا لأن الكلام النهاردة عن مباراة المصري هيكون سابق لأوانه، ومش بعيد نلاقي حد طالع يتهمنا بعدم الوطنية لأننا بنتكلم عن مباريات الزمالك اللي جاية في وقت فيه المنتخب الوطني بيلعب ماتشين مهمين جدا. لكن ما قلتليش صحيح، هو أنا لو ما اتكلمتش عن الماتشين بتوع منتخبنا ممكن حد يتهمني بالخيانة الوطنية؟ وحياتك حتى لو اتكلمت برضه هيتم اتهامي. انا بس لو ناقشت القايمة المنضمة هيكون في مطالبة بترحيلي. انا بقول نخليها هادية ونتمنى الفوز لمنتخبنا، وحلو قوي لحد كده. بالتوفيق للمنتخب الوطني وبالتوفيق لكابتن حسام، ولا عزاء للناس اللي زينا الحاقدين المنتقدين الغير راضيين عن الاختيارات واللي عايزين منتخبنا يرجع لسابق عهده. ناس حاقدين وقبيضة بصحيح. أخيرا وبعد مرور 5 مباريات، أحمد ربيع بنسبة كبيرة هيظهر في قائمة مباراة الزمالك اللي جاية بعد تعافيه من الإصابة. الحقيقة إن من بداية الدوري وأنا منتظرة أشوف أحمد ربيع لاعب الزمالك الجديد، وحط أمل كبير عليه وحاسة إنه هيظهر بشكل جيد مع الزمالك. أنا يمكن كمان اتضايقت من إصابته، لأن انتظاره للعودة هيكون سلاح ذو حدين. يا إما هيشوف من بره الملعب الأخطاء اللي بيقع فيها زمايله هيتجنبها وقت ما يبدأ يشارك، وده شيء كويس جدا وهايل بالمناسبة، يا إما بقى هيعيش رغبة المشاركة وهو شايف الوضع داخل الملعب صعب عليه وهيقلقه من المشاركة الأولى ليه مع الفريق. أتمنى أن يكون ربيع بيفكر بنفس الشكل اللي شرحته في النقطة الأولى، ومع المشاركة الأولى ليه يظهر بالشكل اللي كلنا بنتمناه. وهنا أعتقد أننا محتاجين نقف شوية ونسأل سؤال مهم جدا عن لاعب انضم للزمالك في يناير اللي فات، ومن يومها ما شفناهوش غير في دقايق معدودة، ومن بعدها اتصاب إصابة خفيفة ابتعد على أثرها النهاردة يجي 9 شهور. هو كانت عنده صليبي ولا حاجة يا جماعة الخير؟ حد يطمنا على جهاد يا جماعة ويقول لنا لما نقع في أزمة زي أزمة مباراة دجلة اللي فاتت ونحتاج لاعب في نص الملعب نلعب بمين؟ ولما الوضع بالشكل ده ليه ما ضمناش طارق حامد حتى وإن كان بدافع تكريمه وبحكم إنه قائد للفريق؟ أتمنى إننا من هنا ولحد يناير اللي جاي نكون حاطين ايدينا على النواقص اللي في الفريق ونبدأ نشتغل عليها من دلوقتي. واتمنى من جماهير الزمالك مع كل بوست بتنشره او كل فيديو بتصوره ترفع الهاشتاج ده أرض أكتوبر حق الزمالك. في أخبار بتقول إن الأهلي بعد رحيل ريبيرو بقى قاعد أقل من 3 شهور أصبح في حاجة لاختيار مدير فني جديد يكون واثق من إمكانياته ومتأكد إنه مش هيضطر يقيله بعد كام شهر من توليه المسؤولية. وبالتالي في أنظار كتيرة داخل الجزيرة بدأت تتجه لجوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي،
واحد يجي يقول لي هو يعني معقول الأهلي ممكن يغري جوميز بالفلوس زي ما الفتح عمل؟ شوف يا عزيزي، إذا أقنعت جوزيه جوميز بتدريب الأهلي بعدها كل حاجة هتبقى سهلة وسلسة، وانضمام جوميز للأهلي هيبقى مسألة وقت، لأن الأهلي مش صعب يراضي جوميز ماديا، حتى وإن كان هيخرج ويقول إنه بياخد 2000 دولار في الشهر والباقي إعلانات. فقصة الماديات دي أعتقد هي مش العائق قصاد انتقال جوميز لتدريب الأهلي، ولا الشرط الجزائي اللي في عقد جوميز. واحد تاني يجي يقول لي يعني هو المستشار تركي آل الشيخ هيفضل الأهلي على فريق سعودي بيلعب في دوري بلده؟ مين قالك إن المستشار أساسا هيكون طرف؟ المستشار تركي الشيخ بس هيشيل إيده من الموضوع، ومش بعيد يعمل مع الأهلي خناقة كده بشكل سوري عشان يوضح إنه غير راضي عن الطريقة اللي بيتبعها الأهلي مع الفتح السعودي. كل اللي بكلمك عنه ده شكليات. الأهم من ده كله إن جوميز يقتنع إنه يسيب الدوري السعودي ويجي يدرب الأهلي في مصر، ودي قصة مش مستحيلة بالمناسبة. جوميز عشان نكون صراحة واضحين موجود في الدوري السعودي عشان الدوري السعودي متشاف، وعنده أمل إنه يعرض إمكانياته الفنية في الدوري السعودي، ومن ثم يا إما يدرب فريق كبير زي الهلال مثلا في السعودية، يا إما ينتقل لفريق من فرق أوروبا في الدوريات الخمسة الكبار ويدرب فريق في نص الجدول وبرضه يسوق نفسه هناك. فبالتالي رجوعه مصر هيأخره كتير جدا. فهل هو هيقتنع بعودته لأفريقيا وللدوري المصري؟ هو ده مربط الفرس يا معلم. لا تقولي بقى ماديات، ولا الأهلي والزمالك أندية كبيرة في أفريقيا، ولا أي كلام من ده خالص. لحد هنا وبنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تكون نالت إعجابكم. دمتم دائما وأبدا أكبر داعم ليا ولجميع مقدمي المحتوى الزملكاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.